الأستاذة الدكتورة منال عمر. في الوطن تنفرد بآخر حوار بين وزير الدفاع والرئيس المعزول مرسي. السيسي بيقول حاول تمشي بكرامتك، مرسي بيقول أمريكا مش هتسيبكم. الصحفي بيوصف ازاي، هو مش كاتب اسم الصحفي، ازاي دخل جهة سيادية وفرجوه على شريط لقاء بين مرسي والسيسي، آخر لقاء بينهم من بعض. وبعدين بدأ ينشر الحوار اللي هو شافه على الشاشة. السيسي شرعية ايه؟ ده الظاهر مرسي قال انا مع الشرعية، انا يعني ليا الشرعية. فالسيسي بيرد عليه يقول له شرعية ايه؟ جيش كله مع إرادة الشعب، واغلبية الشعب حسب تقارير موثقة مش عايزينك. السيسي الموضوع منتهي وما عادش بمزاجك، وبعدين حاول تمشي بكرامتك وتطالب من تقول أنهم أنصارك بالرجوع لمنازلهم حقنا للدماء بدلا من أن تهدد الشعب بهم. السيسي احنا يهمنا الشعب مش أمريكا، وطالما أنت بتتكلم كده أنا هكلمك على المكشوف. احنا معانا أدلة تدينك وتدين العديد من قيادات الحكومة بالعمل على الإضرار بالأمن القومي المصري والقضاء، هيقول كلمته فيها وهتتحاكموا قدام الشعب كله. مرسي هو أنا محبوس ولا إيه؟ السيسي أنت تحت الإقامة الجبرية من دلوقتي. مرسي ما تفتكرش ان الاخوان هيسكتوا، ولو انا سبت الحكم هيولعوا الدنيا. السيسي خليهم بس يعملوا حاجة وهتشوف رد فعل الجيش. اللي عايز يعيش فيها باحترام اهلا وسهلا، غير كده مش هنسيبهم، واحنا مش هنقصي حد. والاخوان من الشعب المصري، ما تحاولش تخليهم وقود في حربكم القذرة. لو بتحبهم بجد تنحى عن الحكم وخليهم يروحوا بيوتهم. السيسي انا مسكت وزير الدفاع برغبه الجيش كله مش بمزاجك، وانت عارف كده كويس، وبعدين انت ما تقدرش تشيلني، انت خلاص لم يعد لك اي شرعيه. مرسي طيب لو وافقت ان اتنحى ممكن تسيبوني اسافر بره وتوعدوني انكم مش هتسجنوني؟ وانتهى الحوار عند هذه الجمله بقول السيسي انت من دلوقتي محبوس. تمام، حلوه الجمله الاخيره.